النهارده في الفيديو ده هقول لكم على كام خبر مش حلو. فخلينا نبتدي على طول في الفيديو بأول خبر، واللي هو أنا استثمرت في صندوق مش بيطابق أحكام الشريعة الإسلامية، واللي هو اسمه بريق. صندوق بريق تبع البنك العربي الأفريقي. للأسف ما قريتش نشرة الصندوق قبل ما استثمر، فده أدى إن أنا استثمر في حاجة أنا ما كنتش فاهمها أوي. انا كنت فاكر ان انا بستثمر في الصكوك واللي هي تبع مبادئ الشريعة الاسلامية، لكن للاسف صندوق بريق بيستثمر في اذون الخزانة والودائع البنكية. وللاسف ده كده استثمار يعتبر حرام. حرام بالنسبة لواحد وجهة نظر، يعني واحد مسلم زي حالاتي. فانت لو مش مسلم او كده معرفش في دينك ده حرام ولا حلال، لكن اللي انا عايز اقوله لك اقرأ نشرة الاكتتاب او نشرة الصندوق اللي انت هتستثمر فيه ببساطة عشان تعرف الحاجة دي، يعني سواء البيزنس ده بيشتغل في ايه او الصندوق ده بيستثمر في ايه. ببساطة دي غلطة انا عملتها، بعد اذنك ما تغلطهاش. الغلطة التانية ان انا استثمرت في صندوق اسمه مطاحن مطاحن الجيزة وجنوب القاهرة. ضربت عليه مش استثمرت، اشتريت والسعر كان طالع جدا، كان ب300 جنيه السهم، وخسرت حوالي 7% بالظبط. لكن طلعت كنت عامل ليميت للخسارة ان انا اخسر 7%، خسرت حوالي 400 جنيه، كنت حاطط 6000 جنيه. طبعا السعر دلوقتي وقع حرفيا، وقع خالص بقى ب260 جنيه، يعني خسارة كبيرة جدا طبعا. فده ببساطة طمعت في المكسب. شفت ان السهم ده في شهر اكتوبر، يعني في شهر واحد طلع اكتر من 130%، فقلت استثمر. لكن للاسف السوق كان خلاص، كان السعر كان عالي جدا وحصل تصحيح، فبالتالي دخلت في وقت مش كويس. الخبر الحلو ان انا عملت ليميت للصفقة، ان انا اخسر ستوب لوز يعتبر في الصفقة دي، ان انا اخسر 7%، والحمد لله ما خسرتش اكتر من كده. ده ببساطة الغلطة رقم التانية اللي عملتها، بعد إذنك ما تعملهاش. الفكرة من أنت تستثمر في أحكام الشريعة الإسلامية في حاجات تتطابق مع كده. لازم تقرأ النشرة زي ما قلت لك. ولو عايز تستثمر في صكوك طبعا مبادئ الأحكام الشريعة الإسلامية، في كذا حاجة. في لو عايز تستثمر حاجات بدل الودائع والسندات والأذون الخزانة، في صندوق أزمة ناصر ومصر تكافل، ممكن تستثمر فيهم، هتلاقيهم في البورصة في ابلكيشن ساندر، تقدر تستثمر فيهم بسهولة. انا دورت على الموضوع ده وجاي الخص عليك الموضوع. فده ببساطة دول الصندوقين الوحيدين اللي بيستثمروا في الصكوك الحلال. اوكي. وفي برضو صندوق كلاودز، بتحط فلوسك بيديك عائد يومي تراكمي يومي، لكن بيشرف على الصندوق ده بيشرف لجنة تبع أحكام الشريعة الإسلامية، فخليك مطمن. طبعا اللي يضمن ده كده ان ده تبع هيئة الرقابة العامة، فكل جنيه معروف هو بيخش منين وبيطلع منين. فده ببساطة. خلينا بقى في موضوعنا المهم. لو انت بتابع البورصة، فآخر فترة نزل أخبار بإن في كذا شركة هتوزع أرباح، مش هتوزع أرباح، هتوزع أسهم مجانية. فمن ضمن الشركات دي شركة جوانا اللي أنا مستثمر فيها، توزع ربع سهم لكل سهم. وشركة منصورة، شركة ايه، منصورة للدواجن، نص سهم لكل سهم مع حضرتك. فانا حطيت اغلب فلوسي. انا حاليا بفكر ان انا استثمر السعر يعلى ببساطة، لان الخبر ده خبر ايجابي جدا يحفز المستثمرين لان هم يستثمروا. فانا اصلا كسبان هنا زي ما احنا شايفين، وممكن اكسب اكتر قبل موعد الاستحقاق. اللي انا بفكر حاليا ان انا بعد موعد الاستحقاق ابيع. طبعا ممكن الفكر ده يتغير وممكن اكمل على حسب ما انا اقرر ساعتها. لكن انا شاري في السهم ده بالذات عشان توزيع اسهم المجانية. حرفيا انت لو معاك سهم
هتاخد نص سهم، لو معاك 100 سهم هتاخد 50 سهم، لو معاك 10,000 جنيه هتاخد 5000 جنيه. ده ببساطة، فاهم؟ ده ممكن يعني بسبب حركة زي كده ممكن تكسب فلوس كتيرة في وقت قليل جدا. في البورصة في كذا طريقة ممكن تكسب فيها: نسبة تغير السعر، الاكتتاب، عروض الاستحواذ، وتوزيع الأرباح، وأخيرا توزيع الأسهم المجانية. فدي حاجات لازم تكون عارفها قبل ما تخش البورصة. طبعا هتتعلمها مع الوقت مش مرة واحدة. زي ما احنا هنشوف هنا، أنا حاطط 5000 جنيه. في الحلقة اللي فاتت كان معايا 34,000، دلوقتي بقى معايا كام؟ 40,000 تقريبا، 39,700. فالبورتفوليو بتاعنا الحمد لله بيكبر. أنا حاطط أغلب الفلوس في منصورة للدواجن عشان استغل الأسهم المجانية دي. كل ما أحط فلوس أكتر كل ما هقدر أكسب أكتر في الفترة دي. طبعا ممكن تقع في الفخ، لكن عايز اقول لك ان مش كل سهم بيوزع اسهم او بيوزع ارباح تروح تشتري كده. طبعا في حاجات لازم تعملها، لازم موازنات. الحاجات دي مش عارف اشرحها في الفيديو ده، انا بقول لك انا بعمل ايه. اخر حاجة عشان تتأكد ان الاستثمار بتاعك في اسهم مع مبادئ الشريعة الاسلامية، او في اسهم فعلا ما فيهاش اي جنيه حرام بيخشها، ان انت تخش على البورصة، تخش على مؤشر اي جي اكس 33 شريعة. في كل الاسهم بتتبع احكام الشريعة الاسلامية. ممكن تشوف هتلاقي ابن سينا فارماسي، جوعينا، العربية للاسمدة، في اسهم كتيرة، ابو ظبي الاسلامي، البركة، فيصل. حاول وانت هتخش في مجال البنوك تخش في البنوك الاسلامية، لان السي اي بي وقناة السويس، الاسهم دي انا في حاجات كتيره، بس الاسامي في اسامي البنوك لسه مش في دماغي. انا بقول لك الحاجات اللي بتيجي في دماغي: السي اي بي، بنك كيو ام بي، تاني قناه السويس. زي ما قلت لك البنوك دي مش مع مبادئ الشريعه الاسلاميه، فخلي بالك قبل ما تستثمر. خليك عارف انت بتستثمر في ايه كويس. لو عايز تستثمر في حاجات حلال 100%، في شريعه اكس اي جي اكس شريعه 33، او ممكن تسال شات جي بي تي قبل ما تخش تستثمر عشان تريح دماغك. حاول على قد ما تقدر تبتعد عن البنوك وشركات مثلا زي الدخان اللي بتستثمر مثلا او عندها بيزنس في الخمر او في الحاجات دي، سواء السجاير زي الشرقية، الدخان، البنوك، ابتعد يعني ابعد عنها. ده ببساطة. ممكن الفيديو ده يكون طويل شوية، بس انا بحاول اوثق الرحلة واقول لكم الغلطات اللي انا بعملها وافيدكم على قد ما اقدر. فاظن انا وصلت لاخر الفيديو، وده وقت مناسب ان انا اقفل الفيديو. ثم انت وصلت للحته دي في الفيديو، فانت اديتني اغلى حاجتين عندك اللي هما وقتك واهتمامك. اتمنى نشوف الفيديوهات الجايه. انا محمد خالد، والسلام عليكم.